يا مساء النور على البنور. ازيكم يا سكرية قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف ألف خير يا رب. بصوا فيديو جديد بس بقى مش تنظيفات ده. فيديو الكشري. انا لحد ما انا ما بصور لكم صدقوني انا مش مصدقه اللي انا عملت كشري. يا جماعه انا طول حياتي بقول الكشري ده اكله من بره اسهل، لكن اللي انا اعمله في البيت يعني كانت بالنسبه لي الصراحه. كل اللي حواليا انت هتعملي كشري؟ اه يعني هجرب بس. اول ما دخلت المطبخ خدت نفس كده وقلت ايه، يلا. انا جوزي كان واثق فيا جدا وقعد يقول لي انت هتعمليه احلى من بره، هتعمليه احلى من بره. بص انا كنت عارفه اللي هو كلامه خلاص، يعني اللي هو ايه، مش كلامه خلاص لا، يعني انا قصدي اللي هو بيشجعني عشان يلا هتعمليه يعني هتعمليه. فايه سميت بالله كده وقلت ايه يلا وزي ما تيجي تيجي، هي علقه وخلاص. بصوا بقى، اول حاجه عملتها انا كنت ناقعه من بالليل الحمص. بصوا انا مش قادره اقول لكم، انا خلصت يعتبر النت، انا اتفرجت على كميه شيفات وهم بيعملوا الكشري علشان خاطر في الاخر اخد انا الخلاصه وابتدي بقى اعمله انا بمزاجي انا. انتوا فاهمين يعني؟ انا لما باجي اعمل حاجه جديده بحب اتفرج على كل الناس وفي الاخر اعمله بطريقتي انا، اضيف حاجه اقلل حاجه يعني، او اعمل الطريقه اللي احسها اللي هي قريبه لقلبي. فانا اتفرجت على كذا شيف وطريقه آية حبيب عجبتني جدا جدا. فيعتبر عملتها واخدت من كذا شيف تاني حاجات. انتوا فاهمين يعني كده؟ يلا بقى نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما اقول لكم بقى هنعمل ايه، هو حضرتك بتتفرجي على الفيديو مش بتعملي اشتراك ليه؟ ها انتي بتنسي؟ طب ممكن بقى تعملي لي اشتراك وتعملي لايك؟ اتفضلي حضرتك، يلا انا مستنياكم، واكتبي لي كومنت حلو زيك يا ست البنات. بصوا بقى، انا من امبارح نقعت الحمص وبعد كده رحت حطيته على النار يستوي براحته. بصوا دي حاجة فيا أنا متعودة عليها، أي حاجة مقسومة نصين أنا مش بغطيها علشان خاطر دي بتبقى مليانة غازات، تمام كده. فأنا بسيب الحمص وبقش الريمة اللي هي على الوش دي. حمص عدس أي حاجة يعني بتتعب القولون قوي ما بحبش أغطيها، دي عادتي من زمان، تمام. وبحب قوي أي ريمة كده أحب أشيلها. فايه سبت بقى الحمص يستوي براحته، وبعد كده رحت قطعت البصل وحطيت عليه شوية نشا. وانا بقى بقطع البصل رحت ايه حطيت شوية زيت. بصوا انا ما حطيتش زيت كتير، يعني انا غسلت الحلة وحطيت زيت نضيف علشان خاطر انا هستعمل الزيت ده في كل حاجة، تمام. هي حبيب قالت لي كده، قالت لي استعملي الزيت في كل حاجة، وانا بصراحة هسمع كلامها يعني، وسمعت كلامها وهتشوفوا النتيجة في الاخر. بصوا اول حطه من البصل، انا هتكلم معاكم بامانه، اول حطه اتحرقت مني، مش اتحرقت مني يعني اخدت لون شويه، بس تاني حطه بقى قلت لا انا هاخد بالي منها، فخدت بالي منها وطلعت زي ما انتوا شايفين كده، يومي يومي يعني. ركنت بقى بعد كده ايه البصل كده على جنب. وبصوا انا هعمل من كل حاجه نص كيلو، تمام كده. يعني لازم المقادير كلها تبقى قد بعض، فانا حطيت نص كيلو شعريه هحط نص كيلو عدس هحط نص كيلو رز، لازم كله يبقى قد بعضه. ماشي، وهقول لكم برضو التعليقات اللي في الاخر. حمصت الشعريه وهم قالوا لي لازم الشعريه. هم مين اللي هم الشيفات؟ يعني انا زي ما قلت لكم انا باخد من كل حد حاجه. قالوا لازم الشعريه بتاعه سوري الكشري تبقى اغمق شويه من الشعريه بتاعت الرز العادي، تمام كده. فانا غمقتها سيك. بعد كده بقى حطيت الرز وفضلت اقلبه قوي 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 لحد ما قرمش. وبعد كده انا بقى كنت ناقعه العدس. اسم الله يا سكريته، انا كنت ناقعه العدس في ميه سخنه. اول ما ابتديت خالص مسكت العدس وغسلته غسله كده محترمه، وبعد كده سبته منقوع في ميه سخنه، تمام. بعد كده بقى فضلت بقى اقلبهم كلهم كده في بعض، وحطيت آه كمون وكزبرة
وحطيت في الرز واحدة ماجي. مش عايزة تحطيها براحتك، يعني انا لما حطيتها الصراحة ما حسيتهاش فرقت في الطعم قوي. تمام كده، يعني لو عايزة تستغني عنها تمام. بصراحة ما حسيتهاش قوي، لان الكمون والكزبرة كانوا اعلى، يعني ادوا تست اعلى. هم اصلا يعني كشري يعني كزبرة وملح وكمون. بس هي دي البهارات اللي انا استخدمتها، ما استخدمتش اي حاجة تانية خالص. تمام كده. بس وفضلت بقى بصوا اقلب جدا لحد بصوا ما الميه اتشربت خالص. على فكره دي اهم خطوه عشان خاطر الرز يطلع معاكي مفلفل وواحده وواحده كده وحلو. انا عايزه اقول لكم الرز طلع مظبوط قوي، والسوا بتاعه حلو جدا حلو جدا بامانه. علشان خاطر سبته براحته يستوي، انتوا فاهمين؟ يعني فضلت اقلب فيه. ودي اكتر خطوة على فكرة تعبتني جدا، اللي انا قعدت اقلبهم، لاني انا لما حطيت كله على بعض فحاسه ان الكمية زادت، ففضلت اقلب بقى بايدي وكده لحد ما حسيته اللي هو ايه، خرفش كده، طلع صوت في الحلة. بس وبعد كده رحت ايه، حطيت مية. بس بصوا بقى، ما بحطش المية المعتادة بتاعت الرز، بقللها شوية. ليه؟ علشان خاطر هم قالوا لي برضو ان العدس بيطلع مية زيادة. فانت لو زودتي مية هيطلع معجن معاكي، فانت خلي المية مظبوطة اللي هي تغطي الرز بالظبط. تمام. انا لسه هحط مية تاني، بس يا دوبك مغطية. تمام. واول ما تبتدي يا دوبك بس بقبق، بروح لا اما انقلها على العين الصغيره يا اما اوطي العين. تمام كده. اول بس ما تبتدي تبقبق، ما تستنوش الميه تتشرب خالص، لا. تمام. وفضلت اديته تقليبه كده وظبطت الملح بتاعي. تمام. بس وبعد كده بصوا غطيته، ورحت انا بقى نقلته على حله تاني سوري، على عين تاني اهدى شويه، وسبته بقى براحته خالص. وما فتحتش عليه علشان خاطر برضو البخار يسويلك الرز من فوق، يعني فاهمين؟ يستوي من فوق ومن تحت ومن الجناب ومن كله. بس بعد كده بقى ابتديت اسلق المكرونه. انا سلقت طبعا عملت اللي هي المكرونه الصغننه خالص دي، وعملت مكرونه سباكيتي، بس عملت النوعين دول بس. قطعت المكرونه السباكيتي على 3. انا في العادي بقطعها على 2، بس في العادي عشان خاطر بناكلها بالشوكه، لكن دي احنا هناكلها بالمعلقه، ده كشري، فروحت قطعته على 3. فكانت مظبوطه قوي 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 في المعلقه. يعني لو انت بتعمليه على 2، لا كسريه على 3 هيبقى حلو معاكي. اكيد 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 انا ما بعدلش عليكم، انا بقول لكم الحاجات اللي مرت معايا. بصوا بقى، انا اخدت الحمص الكميه اللي انا عايزاها. بعد كده بقى قلت اعمل، طالما كده كده عندي حمص بقى، رحت عملت شويه ايه، حلبسه كده ملهمش حل كده بالشطه والكمون. هبقى بعملها دي معاكم بقى ان شاء الله كده في فيديو تاني لوحده. بصوا بقى، الصلصه بتاعه الكشري لازم تتصفى، لازم. تمام. ودي بامانه تركية انا ما خدتهاش من حد. انا قبل ما اعمل الكشري اكلته قبلها، فانا كنت بدقق قوي على كل المكونات. بس انا عملت غلطه بقى، حطيت بصل على بتاع ده، على الصلصه بتاعه الكشري. بس لا، حسيت ان انا الصلصه ما كانتش قد كده. تمام كده. هي كانت عايزه توم، وما كانش التوم يتشوح، يعني يا دوبك اول ما تحطي التوم على النار تحطي معاه الصلصه. ده اللي اكتشفته في الصلصه، اللي هو التوم ما بيكونش ني. سوري، التوم بيكون ني شويه، ما بيكونش متحمص. خلاص. وسبته بقى ايه، سبتها براحتها. وبرضو انا عملت غلطه تانية على فكره برضو، اللي هي ايه، اللي انا عملت صلصه قليله قوي. انا لاني انا ما كنتش عارفه الكميات ايه للامانه، يعني انا عملت بالبركه، فانا ما كنتش عارفه المفروض اعمل ايه كتير واعمل ايه قليل. فاول مره بقى فايه، لو في اي حاجه يا ريت يا ريت يا ريت تعدلوا عليا، يعني لو في اي غلطه او في اي اضافات يا ريت تقولها لي، عشان انا ناويه اعمله تاني. عشان بصراحه الموضوع عجبني قوي.
فناوي اعمله تاني، فعشان لو في اي حاجة ارجوكوا تقولولي. انا هستنى كومنتاتكم تقولولي انتوا بتعملوا الكشري ازاي علشان خاطر اعملها بطريقتكم. بصوا احنا بنموت في الشطه، فانا قلت بقى اعمل شويه شطه زيت. حطيت الزيت، وحطيت الشطه والزيت. والزيت مش سخن. تمام. حطيت الزيت والشطه مع بعض، وبعد كده حطيتهم على النار ياخدوا غلوه، وبعد كده حطيت عليهم زي ما انتوا شفتين معلقه صلصه، وسبتوها بس كده ايه تغلي غلوتين، وبعد كده صبتها. عايزه اقول لكم دي كانت بقى الوحيده، مش الوحيده، لا الكشري كان حلو على فكره، بس كنت حاساها اللي هي بتاعت بره قوي، لدرجه جوزي بيقول لي هي انت دي جبتيها من بتاع الكشري؟ قلت له صدقني ابدا، بر انا كله عمايل ايدي وحياة عينيا يعني. تمام. بعد ما خلاص هشيل الشطه، رحت زودت لها كده سن الكمون. ما انا قلت لكم بقى الكمون والكزبره هما الملوك بتوعنا النهارده. بس وخلصته. ودي بقى رحت ايه خلصتها، ورحت صبتها على طول كده في بوله، عشان ما تقعدش بس في الطاسه والطاسه سخنه يعني، فتحرقها اكتر. بس عايزه اقول لكم كانت حراقه جدا، وقعدنا نكحكح كتير وعمالين نقول هو احنا بنكح ليه؟ اتارينا بنكح من الشطه. تمام. انا بقى بصوا الصلصه بتاعه الكشري ما تخلوه يعني ما تخلوهاش تتسبك، تتصلص لكن ما تتسبكش. حلو كده، لان الصلصه بتاعه الكشري بتبقى خفيفه شويه. اهو بصوا انا عملت، ما حدش يقول لي ايه ده الصلصه قليله قوي، انا عارفه اللي هي الصلصه قليله، وعايزه اقول لكم يعني ما كفتش غير 3 اطباق بالظبط. بصوا بقى بوريكم في النهايه الرز كان فظيع. وبعد بقى ما خلصت الايه المكرونه، حطيتها في الحله اللي فيها شويه زيت، ودلقت عليها شويه زيت صغننين عشان تفضل مفلفله معايا. تمام. بس هنا بوريكم بصوا كميه الصلصه بس، اكنكم ما شفتوش حاجه. وبصوا هعمل دلوقتي طبق، طب بامانه لما كلوا منه قالوا لي فظيع، واكنه زي بتاع بره بالظبط، بس ما عدا الصلصه. وجوزي بقى كان ليه تعليق كده، قال لي الرز كتر شويه، طب بتقللي الرز؟ قلت له عينيا. وده احلى طبق كشري. وكده الفيديو يكون خلص، وبحبكم وباي باي.